السلام عليكم شباب، انا هكمل معاكم الدرس رقم 5 اللي هو الخاص بالاكسل شيت. هنتكلم مع بعض النهارده على الشيء اللي انا عايز اغير اسم الشيت اللي احنا اشتغلنا عليه قبل كده. عرفنا المدين والداين ويعني ايه حساب، فعايز اغير اسمه. فانا هضغط اهو، وقفت عليه اهو، يا اما بمشي بفوق وتحت اهو، فبضغط F2 عشان اغير اسمه. فهسميه American Journal. American American Journal، وهضغط ضغطتين انتر، افتح الشيت. كده فتح معايا الشيت اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده. لو احنا فاكرين مع بعض، احنا كنا فاتحين مع بعض البيزك. خدنا السؤال دوت، او اخدنا الاكزامبل دوت، وعرفنا ان الراجل حط فلوس كاش في الشركة. فعايزين نبدأ نسجله على جورنال انتري، بحيث ان احنا نقدر نسجل ونطلع قوائم مالية من على الاكسل شيت. فهنا انا هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله، انا عارف ان القيد بيساوي من حساب الكاش لحساب الاونرز كابيتال، من حساب الكاش لحساب الاونرز كابيتال. هروح اعمل هنا ايه؟ هروح واقف هنا كاش اون هاند جه ب10 تلاف، وانفستمنت باي اونر اللي احنا عملناه قبل كده، والكلام ده كان في اكتوبر 1. كان في اكتوبر 1 اهو. هنحط 10 تلاف في الكاش اون هاند. والفردة التانية هنعمل برضو نفس الكلام، هنقف هنا ونضغط شيفت ونمشي بالماوس، او نقف ونضغط ضغطتين وهولد ونمشي. هولد يعني بفضل ضاغط، ما بشيلش ايدي بعد الضغطتين على طول، ما بشيلش ايدي خالص. فبضغط ضغطتين وهولد وبمشي، وبعد كده بعمل ميرج. هنسجل الحساب التاني اللي هو الاونرز كابيتال، اللي يبقى هنا ده رأس المال الشريك. طب انا عايز نفس الفورمات ديت احطها هنا، يعني شوف دي بولد وكبيرة شوية وبتاع، ونفس الديبت والكريدت احطهم هنا برضو، هنا وهنا. فهم واقف هنا على الديبت والكريدت الاول سهلة، اقوم جاي ماشي كده، علم على الاتنين، واقوم جاي اقف في الركن ده لحد ما يجيلي علامة الزائد اللي بالاسود ديت، واضغط ضغطتين وهولد وامشي. هيعمل لي الخلية الاولى ديبت، التانية كريدت. لو كملت هيفضل ماشي معايا ديبت وكريدت، وبياخد نفس الفورمات. والاونرز كابيتال انا عايز اخد نفس الفورمات بتاعت ديت. لو انا ضغطت هنا ومشيت هيديني كاش اون هاند تاني، هيكتب لي كاش اون هاند تاني، هياخد نفس الفورمات بس هيكتب لي نفس الكلمه مره تانية، زي الديبت والكريدت هو كتبها نفسها مره تانية. فالاونرز كابيتال انا هم جاي واخد هنا الفورمات، او معمل كده ضغط على فورمات بينتر، خد لي نفس الفورمات اللي هنا، حطه لي هنا. بس هنا بقى المساحة بصوا بقت صغيرة ازاي، فانا عايز اكبر المساحة شوية. لو انا عايز اخد نفس الحجم بتاع الاي ده، اقوم ضاغط هنا واضغط على الاتنين مع بعض، يعني اضغط وامشي على الاتنين مع بعض. طب انا عايز حجم الاي، فاقوم جاي واقف عند الخلية بتاعة الاي اهي، بقف عند اخر الاي وبضغط ضغطتين وامشي سنة صغيرة خالص بس. كله بقى قد بعضه، الاي بقت قد الاف بقت قد الجي. طب انا عايز الدي كمان معاهم، اقوم ضغط عليهم كلهم واقول لهم اضغط عند الدي وضغطتين وهولد وامشي سنه صغيره خالص بس، انا عايزها قد دي، فامشي سنه صغيره بس. كله بقى قد دي كده خلاص، يبقى كله بقى قد دي. طيب انفستمنت باي اونر، يبقى انا لازم افهم ان ده هيزود الاسيتس، والاسيتس ده يعني الكاش، وهيزود الاونرز ايكوتي او الاونرز كابيتال ب10 تلاف. بس هنا ديبت وهنا كريدت، احنا مش بنكتب الحسابات هنا ونكتب مدين والكريدت الحساب التاني هنا ونكتب دين، لا، الحسابات في اليومية الامريكية بتتكتب فوق هنا زي ما احنا شايفين كده، والديسكريبشن بيتكتب هنا، والانتري رقمه هنا، والديت بيتكتب هنا، يبقى بالشكل ده زي ما احنا عاملين كده. بس الحساب مش زي ما احنا اخدنا بقى في المحاضرة اللي هو بيتكتب بالشكل ده، لا، مش بيتكتب بالشكل ده، ما بنعملوش كده. مش الكاش في الجنب والاونرز ايكوتي تحتيه والكلام ده، لا، احنا في اليومية الامريكية الدنيا مختلفة شوية. فهنكتب هنا بس الديبت، وهنا الكريدت ب10 تلاف. يبقى انا كده عايز الفورمات دي برضو، انا طبعا عايز اعمل الفورمات كلها للارقام كلها بنفس الطريقة يعني. فهم واقف كده عليهم كلهم، انا وقفت على كل الحتة اللي احنا معلمين عليها، واقوم جاي عامل هنا العلامة دي. طب انا مش عايز الديسيمال، ما احنا مش عايزين ديسيمال، فهشيل الديسيمال خلاص. اي رقم هكتبه في اي حتة، هكتب 50,000 هيقوم ظاهر لي بقى على طول خلاص بالكوما، وشال لي مفيش ديسيمال اي رقم، طالما انا وقفت عليهم علمت عليهم كلهم، وقمت جاي مديهم نفس الفورمات اللي انا محتاجه. لكن لو كتبت هنا لا، لان انا ما وقفتش مع هنا، ما وقفتش هنا. لو كنت وقفت هنا معاهم تحت، كان هياخد نفس الفورمات ده، انما انا ما وقفتش خلاص، فهمسح ده خلاص. يبقى انا كده عملت القيد من حساب ديبت انفستمنت باي اونر لحساب الكريدت اونرز كابيتال. طيب انا عايز بقى، عشان بس اعرف افرق معاك، انا عايز اسجل ان ده اسيتس، فانا هعمل ميرج ده واسجله ان ده اسيتس.
وعايز اسجل ان ده اونرز ايكوتي عشان يبقى انا عندي هما 5 حسابات كبار. في الاخر خالص اونرز ايكوتي. يبقى انا كده سجلت ده وده. طب انا عايز الاسيتس اخد لها كلها لون واحد، يعني عايز الاسيتس كلها مثلا تبقى لونها اصفر، خلاص انا عايز. طب الاونرز ايكوتي عايز كلها يبقى لونها مثلا نختار لون، اي لون، لون البيربل ده جميل. خلاص يبقى احنا كده عرفنا الاونرز كايكوتي هيبقى لونها كده، اي حساب اصل هيبقى لونه اصفر. يبقى انا كده عملت القيد الاولاني. لما اجي اشوف هل في قيد تاني هنا، مفيش، لا في ترانزاكشن رقم 2 اهوت. القيد بيقول ايه؟ بيقول من حساب الايكويبمنت للنوتس بيبل. يبقى هنا الراجل اشترى بيرشز الراجل اشترى an equipment and sign a note with 12% مضى على كمبيالة 12% annual. طيب بص دخل برضو على هنا، فانا مش عايز ايه، فاكرين عملنا ايه؟ فاكرين نقف ما بين الاتنين، ما بين السي والدي كده لحد ما تجيلي العلامة دي واضغط ضغطتين. خلاص هو كده ايه، بقى هو خد المكان وخلاص. طب لو انا عايزه ياخد سطرين تحت بعض، يعني انا عايزه صغير كده، انا مش عايز الديسكريبشن يكون كبير، انا عايزه الديسكريبشن يكون صغير كده، بس عايزه ينزل لتحت. ليه بقى ما يفضل ماشي كده؟ لا انا عايزه ينزل لتحت، ما يقعدش ياخد لي الحته دي، عايزه ياخد الحته دي بس ينزل لتحت، يعني ما ياخدش سطر جديد كمان، ده هو الخليه نفسها هي واحده بس تكبر، يعني كاني اكبرها كده. بشوف حتى لو كبرت كده ما مشيتش، انا هرجعها تاني. عايز تنزل تحت بتك على هنا وورب تكست، فقام جاي نازل لتحت اهو. نفس الخلية، خلي بالك ما خدش خلية كمان، يعني انا ما عملتش خلية كمان كده وخدت اتنين، لا هي نفس الخلية بس ايه، خدت اكتر من سطر. انا عايزها هي نفس نفس المساحة دي، بس تاخد اكتر من سطر بالطول. طبعا انا مش عايزها وورد تكست ولا حاجة، انا عايزها بس تكون كبيرة شوية. الانت ده رقمه 2، وكان في اكتوبر، وكان في اكتوبر 1 برضو، فانا هاخد نفس التاريخ كوبي بيست. طب انا عايز نفس الفورمات بقى يبقى لكل الحاجات دي، يعني طب ما انا اخد نفس الفورمات ده واعمل كده ضغطتين وامشي. اهو انا عملت الفورمات كلها بقى خلاص، واعمل سيف. دايما افتكر تعمل كنترول اس يعني سيف، او دايما سيف باستمرار. طيب انا كده ما سجلتش القيد، انا كده بقى ايه، عايز ازود. هنا القيد قال لك من حساب الايكويبمنت لحساب النوتس بيبل. الايكويبمنت ديت اسيتس، والنوتس بيبل دي لايبيليتي اللي تسمى عليها. طيب انا عايز ازود هنا assets، فهقف عند بعد الاسيتس على طول، هقف هنا عند الاف واضغط كليك يمين. شوف لما وقفت اهو، لما جالي السهم الاسود ده قمت ضاغط، وبعد كده اضغط كليك يمين واقول له ايه insert. ده هو كده زود لي خليه واحده، انا عايز خليتين عشان اي حساب بيكون ديبت وكريدت، فانا عايزه يزود لي اتنين. فهقوم جاي متك، ممكن اضغط اف 4 بيعيد لي نفس الامر، الاخر امر انا عامله. فلو ضغطت اف 4 قام عامل لي نفس الامر اللي انا عملته قبل كده، ده زي ما انا واقف. وهقوم عامل ميرج الاتنين دول مع بعض. فوقفت وهولد، ضغطت ضغطتين وهولد، وبضغط كده وبمشي كده، بضغط بعمل ميرج. عملت ميرج، اسمي بقى equipment، ونفس الكلام اخد الديبت والكريدت بنفس الطريقه، يا اما كوبي بيست يا اما باخدهم كده بسحب، بقف في الركن واسحب، بضغط على الاتنين واقف في الركن كده واقوم ساحب، ضغط ضغطتين وامشي، يقوم ماشي معايا كده. فانا كده الايكويبمنت. طيب الايكويبمنت لحساب ايه؟ النوتس بيبل. طب النوتس بيبل الاسيتس بقى هنا خلي بالك جاي عند الكاش اون هاند بس، لا ده انا عايز الاسيتس تكون واخده كل الحته دي. فانا بمشي دايما بالشيفت، بحب امشي انا بشيفت وامشي كده شيفت. عود نفسك تشتغل بالكيبورد، لان الكيبورد هو اللي هيسهل لك كتير وانت شغال. فانا عايز هلغي الميرج واعمله من اول وجديد، فقام واخد لي الميرج على الحسابين بتوع الاسيتس، الكاش اون هاند والايكويبمنت. طب انا عايز حسابات اللايبيليتي، احنا ما عندناش لايبيليتي، فاحنا اللايبيليتي دايما بتكون بعد الاسيتس لايبيليتي اونرز ايكوتي وريفينيو اكسبنس. فهنضغط ضغطتين هنا، ممكن اقوم ضاغط على الاتش والاي، انا عايز حساب سطرين مع بعض، فاقوم ضاغط على الاتش والاي مع بعض، بقوم ضاغط هنا على الاتش واقوم جاي ماشي لحد الاي، بضغط وهولد وامشي لحد الاي، واضغط كليك يمين واعمل انسيرت. فتح لي ساب، بس شوف اللون ايه، انا عايز لون مختلف لللايبيليتي، هقوم عامل هنا ميرج للاتنين دول واسميهم ايه، liability liability liability. طب انا عايز liability بس عايز لون مختلف بقى غير الاصفر عشان تبقى هي كمان مختلفة، فاقوم اختار مثلا لون
زي مثلا اللون ده لطيف، الازرق ده، واقوم جاي عامل ميرج للاتنين دول مع بعض، واقوم عامل ميرج، واقوم مسمي الحساب ده نوتس بيبل، واقوم عامل هنا ديبت وكريدت. ليه مش هاخد من هنا وهنا؟ لان لو خدت كده هيقوم جايب لي لون اصفر، وانا مش عايز لون اصفر، انا كتبتها بايدي عادي. طيب نعمل بقى القيد قال لك هنا دايما اللي خلي بالك لازم نكون واقفين على نفس السطر اللي احنا شغالين عليه. القيد ده هو ده اللي هنعمله. فهنقوم جايين عاملين ديبت اكويبمنت ب5000 لكريدت اكويبمنت نوتس بيبل ب5000. طيب انا كده يبقى عملت انا القيدين الاولانيين. عرفنا بنعمل ازاي الشكل، عرفنا بنلون ازاي، عرفنا بنعمل شكل جمالي ازاي للشيت بحيث ان احنا نبدأ نشتغل عليه. عايز اصغر شوية الحاجات دي ممكن اصغرها، ممكن اقوم جاي واقف عليهم كلهم كده، افضل هولد وماشي. وعايز اخليهم صغيرين شوية بس يعني مش كبار اوي كده. عايز اصغر كمان سن اهو، كمان سن، عادي خالص. يبقى انت كده بتقف عليهم كلهم وتقوم مصغر اللي بتاعي، هو بيديلك الحجم اللي انت بتشتغل عليه، هو بيديهولهم كلهم بدل ما الشيت يبقى كبير قوي كده. فممكن عشان نقدر نشوف كلنا، نشوف كل الحسابات اللي قدامي. فانا عندي assets لونها اصفر، عندي liability لونها ازرق، وعندي owners equity لونها بنفسجي. وكده عملنا القيدين اللي كانوا معانا في المحاضرة النهاردة.